بيبدأ يا ريت تصلي على النبي. بيبدأ فيلمنا في احتفال خاص بشركة، وبيكون مدير الشركة بيهني ريتش ابنه إنه بقى أصغر مدير إداري جه الشركة، وإنه يستحق مركزه بسبب اجتهاده والشغل اللي عمله في الشركة الفترة اللي فاتت كلها. ويكونوا كلهم مبسوطين، وبيقوم ريتش عشان يشكرهم على احتفاله الجميل، وإنه يقدر يعمل كل الشغل بتاعه بسبب مساعدة مراته وحبيبته هانتر ليه. ويشكر والده على البيت اللي جابوله هدية. وبتكون هانتر ربة منزل ما عندهاش حاجة تعملها في البيت، ودايما بتحس بملل بسبب قعدتها في بيت كبير لوحدها وجوزها في شغله. حتى وهو معاها بيكون ماسك الموبايل بتاعه عشان يتكلم فيه، وما بيهتمش انه يسمع اي حوار منها بسبب انشغاله بموبايله. وبتحاول تطلب منه انها تشتغل الأوضة اللي جنب حمام السباحة عشان تزرع فيها ورد وتسلي وقتها، لكنه ما بيسمعهاش اصلا وبيكمل اكل. وبتتحرج هانتر انها بتكلم نفسها. وبيجي تاني يوم وبتكون هانتر عاملة اختبار الحمل، وبتكتشف انها حامل. وبتخاف من المسؤولية والتعب اللي هي داخلة عليه، لأنها ما كانتش جاهزة للحمل ده. ويكون ريتش مبسوط جدا بالخبر ده وبيبلغ أهله، وبيروحوا كلهم يحتفلوا في مطعم. وبتفضل والدة ريتش تتكلم عن التعب اللي اتعرضت له أما كانت حامل في ريتش، وبتقول لها إن في تعب كتير هيحصل لها على كل مراحل الحمل طول ال9 شهور. وبتحاول هانتر إنها تنسجم معاه في الكلام، وبتحكي لهم عن موقف حصل لها، بس والد ريتش بيقطع كلامها ولا كأنها بتتكلم. وبيتكلم مع ابنه عن الشغل واللي بيحصل في الشركة، وما بيهتموش يسمعوا باقي قصته. وبتفضل باصة للتلج اللي قدامها وتحس إنها عايزة تاكله، وبتاخد قطعة تلج وبتبلعها. وبتحس بسعادة مؤقتة وهي بتبلع التلج، وبتقول لهم إنه طعمه حلو جدا. وبيجي تاني يوم وبتيجي لعنتر حماتها عشان تطمن عليها وبتديلها كتاب عشان يساعدها إنها تعدي من التعب اللي هتواجهه. وبتقول لها إنها قرأت الكتاب ده وساعدها كتير. وبعد ما حماتها بتمشي، بتفتح الكتاب على أي صفحة وبتلاقي إن المكتوب فيها إن الأفضل للإنسان يجرب حاجات جديدة في حياته. فبتقوم من مكانها وبتلاقي قدامها بلية إزاز وبتبلعها بدون سبب، وساعتها بتحس بالسعادة تاني. وبيجي تاني يوم وبيكون ريتش بيلبس هدومه، لكن بيلاقي حرق على الكرافتة بتاعته. وبيسأل مراته لو حاولت تكوي الكرافتة اللي لابسها قبل كده، وبتقوله إنها كانت محتاجة تتفرد. وساعتها بيتضايق ريتش وبيقولها إنها متحاولش تاني، لأنها بوظت الكرافتة خالص، وهيحتاج يغير كل هدومه ويتأخر على شغله بسبب إن الكرافتة دي الوحيدة اللي هتليق على الهدوم اللي لابسها. وبعد ما بيغير هدومه وبينزل شغله، بتحس بألم في بطنها بسبب البلية اللي بلعتها. فبتدخل الحمام عشان تتخلص منها، وبعدها بتاخد البلية وتطهرها كويس، وتروح تحطها على المكتب بتاعها. وتكمل تنظيف في البيت، وبتلاقي إن المكنسة في حاجة مخليها مش بتمشي كويس على السجاد. فبتتأكد بنفسها وبتلاقي إن في دبوس مكتب كان موجود في المكنسة، وتحط الدبوس على ترابيزة المطبخ وبتفضل بصله فترة طويلة، وهي بتفكر تبلعه هو كمان، لكنها بتكون خايفة من الدبوس نفسه. وبتقرر بلعه، لكن بيجرحها في لسانها قبل ما تبلعه، وده بيخليها ترميه على الترابيزة وتروح على الحمام عشان تشوف اللي حصل في لسانها. وبترجع تاني تقعد في الصالة وهي لسه عندها رغبة في بلع الدبوس، وما بتهداش إلا لما بتقوم وتحط الدبوس في بقها وبتبلعه مرة واحدة. وبتتألم شوية لحد ما بتحس بالفرحة لدرجة إن عينيها بتدمع من السعادة اللي حست بيها. وبيعدي عليها وقت وبيبدأ يظهر عليها الحمل، لحد ما في يوم بيكون جوزها وأصحابه جايين يسهروا في البيت. وبتدخل الحمام وبسبب الدبوس بتنزف بشكل بسيط، وبتخبي عن جوزها اللي حصل، وبتحاول تنضف بسرعة قبل ما جوزها ياخد باله من غياب أو من الدم الموجود في الحمام. وبعد ما بتجيب الدبوس وبتطهره بتحطه على المكتب بتاعها جنب البلية، وبيبدأ الموضوع يتطور عندها في حبها لبلع أي حاجة تلاقيه. ومش بتهتم بحملها ولا بابنها إنه ممكن يتضر، وبيكبر الموضوع معاها لدرجة الإدمان. وبتبقى بتاكل ورق الكتاب اللي بتقراه، أو المكتب بتاعها اتملى بحاجات غريبة هي بلعتها. لحد ما في يوم بتروح تعمل سونار على الطفل، والدكتورة بتاخد بالها إن الشاشة باين فيها حاجات غريبة جنب الطفل. وتخاف هانتر إن يبان حاجة غريبة من اللي بتبلعها في السونار. وأول ما الدكتورة بتضغط على بطن هانتر بتصرخ من الألم، وبيتم تحويلها فورا على أوضة العمليات، ويتم استخراج كمية حاجات غريبة من معدتها. وبعد ما بترجع بيتها بيبدأ جوزها في الخناقة معاها على اللي بتعمله، وإنها لو مش خايفة على صحتها يبقى تخاف على صحة ابنها. وبيبدأ إنه يرمي أي حاجة موجودة في أوضتهم ممكن تتبلع. ويروح للمكتب بتاعه وبيرمي كل اللي عليه، وبيقول لها إن لو كان عندها مرض بيخليها تحب تاكل الحاجات الغريبة، فهي كانت لازم تقوله الكلام ده قبل الجواز، وإنها مريضة. فبتصرخ فيه إنها ما كانتش تعرف المرض ده أصلا، وإنها بتبلع أي حاجة لأنها بتستمتع بيها مش أكتر، وإن الموضوع مش بإيديها لأنه بقى شبه إدمان. وبتتجبر هانتر إنها تروح لدكتورة نفسية عشان تتعالج من مرضها. ويكون جوزها مش عايز يسيبها لأنه خايف تاكل حاجة تانية، لحد ما الدكتورة بتطلب منه يستناها بره.
وهي هتاخد بالها من مراته كويس. وبتسألها الدكتور عن إحساسها وقت البلع الحاجات الغريبة، فبتقول لها هانتر إنها بتحب ملمس الحاجات وقت البلع زي التلج والمعدن، بالذات المعدن البارد. وبتتجبر هانتر على حضور جلسات علاج مع الدكتور، وبتكون حماتها معاها في البيت عشان تحضر لها مشروبات ومأكولات صحية، على أساس إنها تأقلم جسمها على حب الأكل الصحي بدل اللي هي بتبلعه. وبيضرها وبيجيلها جوزها عشان يعرفها على حد يحميها في البيت اسمه لؤي. بيقولها ريتش إنها تعتبر بودي جارد عندها، كل اللي عليه إنه يحميها مش أكتر. فبتفهم هانتر إن لؤي موجود عشان يراقبها ويمنعها من بلع الحاجات، لأن جوزها مش واثق فيه. وبتقول لجوزها إنها مش محتاجة لا ممرض ولا مراقب عليها لأنها مش صغيرة. فبتدخل حماتها وبتقولها إن الفترة الجاية ممكن تتعب بسبب الحمل، وتعتبر لؤي المساعد بتاعها في البيت. ومبيكونش قدامها حل غير إنها توافق على مراقبة لؤي ليها. وبتسأل هو منين، فبيقولها إنه منتمش سوريا ومشي من بلده بسبب الحرب اللي حصلت، وإنها لو كانت شافت اللي حصل له ما كانش زمانها بتعاني من مرض عقلي، لأن في سوريا مفيش وقت للأمراض العقلية، لأن مفيش غير ضرب نار وحروب. فبتسيبه وتروح الحمام، لكن بعد ما يفتشها لؤي الأول حسب أوامر جوزها، لأنها ممكن تكون مخبية حاجة عشان تبلعها في الحمام. وبعد تفتيشها بتدخل الحمام لوحدها وبتجيب كيس فيه حاجات معدنية عشان تبلع منها واحدة برضه، وبتبقى عملت اللي بتحبه. وبيجي عيد ميلاد ريتش وبتكون هانتر بتحاول تبين نفسها إنها مبسوطة، لحد ما واحدة بتغلط قدامها وبتعرف إن جوزها نشر موضوع مرضها، وبتتخانق معاه بسبب إنه قابل لأصحابه في الشركة وإن المفروض حياتهم خاصة بيهم مش أضحوكة لأصحابه. فبيطلب منها إنها ما تعكننش عليهم عيد ميلاده، وإن الموضوع عادي وكل الضيوف جايين عشان يطمنوا عليها. وبتروح هانتر تاني يوم عشان تقابل الدكتور، وبتحكي لها هانتر عن عيلتها وبتقول لها إن والدتها تعرضت لاغتصاب من مجرم زمان وهي كانت النتيجة، وإن والدها مش والدها الحقيقي وأبوها الحقيقي اسمه ويل، واتحبس فترة في السجن. وطلع بعدها ومحتفظة بصورة ليه دايما في المحفظة بتاعتها. وبتنتهي الجلسة وتقول لها الدكتورة إن ممكن القصة دي تكون هي اللي أثرت عليها بشكل غير مباشر، وبتتفق معاها إنها تشوفها بعد يومين. وبترجع بيتها عشان تهتم بالورد بتاعها واللي بتزرعه في جنينة البيت، وبتفكر إنها تاكل الطينة بتاعة الزرع، لكنها بتكون متراقبة من لؤي وبتطلع عشان تغسل إيديها. وتلاقي إن ريتشي بيتكلم مع الدكتورة بتاعته وبتحكي لها عن كل حاجة خاصة بماضي هانتر، بالرغم من إن الدكتورة وعدتها إنها مش هتقول لحد. بتفضل تعيط وبتبوظ وشها بسبب الطينة اللي كانت في إيديها، وبتنزل تغسل وشها في الجنينة عشان ريتشي ميعرفش إنها سمعت مكالمتها. وتلاقي إن جوزها خارج وبيقول لها إنه عايز يجيب لها هدية وإنها تتمنى أي حاجة وهو هيجيبها لها. فبتقول له إنه يجيب لها عقد تلبسه، وبتطلع أوضتها وهي متوترة جدا ومش قادرة تتنفس ولا عارفة المفروض تتصرف إزاي بعد ما جوزها عارف ماضيها. وبتتنفس بصعوبة لحد ما بتنزل على الأرض وبتستخبى تحت السرير. فبيشوفها لؤي فمبيعرفش يعمل إيه غير إنه ينزل لها هو كمان، بيقول لها إن في أمان وما تقلقش، وبيناموا هما الاتنين تحت السرير لحد ما بتصحى هانتر وبتروح ناحية المطبخ وبتطلع مفك وبتقرر إنها تبلعه. وبيصحى لؤي على صوت هانتر وهي واقعة في الأرض وبتموت بسبب إن المفك وقع في زورها. فبيتصل فورا بجوزها وبيتم نقلها للمستشفى، وبتدخل على أوضة العمليات فورا عشان ينقذوها. بيعرفوا إن مفيش أمل منها في العلاج، فبيجبروها إنها توافق على الإقامة في مستشفى الأمراض النفسية لمدة 7 شهور لحد ما تولد. وبيقولها جوزها يا إما توافق يا إما هيطلقها. وبتوافق غصب عنها على موافقة المستشفى، لكن ساعتها قبل ما تروح معاهم بتركب العربية اللي هتتحرك على المستشفى، وبياخدوا منها خاتم جوازها وأي حاجة لابساها، وتقول لهم إنها عايزة تدخل تجيب شحن الموبايل لأنها مش هتسيب موبايلها. وبتدخل تدور على الشحن لحد ما بتجيبه، وبيكون له أي كالعادة وراها وبيشوفها وهي نايمة على السرير بتاعها كأنها بتودعه، لحد ما بيقرر إنه يساعدها في الهروب وبيخليها تهرب من البيت ناحية الغابة. وبيفتح له أي حنفية الحمام ويطلع يقول لهم إن هانتر دخلت الحمام. بعد ما بتتأخر زيادة بيدخل ريتش عشان يطمن عليها، واكتشف إنها هربت من البيت ناحية الغابة. وتروح هانتر ناحية الطريق وبتوقف عربية عشان تاخدها في طريقها، وبعدها بتتجه ناحية أي فندق عشان تقضي فيه الليل. وبتاخد من الطينة اللي جنب الفندق وبتتصل بريتش جوزها وبتتأسف له على اللي عملته، وتقول له إنها بتحبه لكن مش هتقدر تروح مستشفى المجانين، وده لأنها مش ضامنة تطلع منها أصلا. وبيحاول ريتش إنه يعودها وبيقول لها إنه بيحبها ومش هيوديها المستشفى وهي عايشة معاه في سعادة. وبيقول لها أي كلام عشان يقنعها تقول له على مكانها، لحد ما بيعرف إن مفيش أمل. هانتر تقول له على مكانها، ساعتها نبرة صوته بتتغير وبيهديها، وبيقول لها لو مرجعتش مش هيسيبها في حالها وهيفضل يطاردها طول حياتها.
وبتتقفل السكة في وشه بسبب أسلوبه، وبتكسر الموبايل بتاعها عشان جوزها ما يقدرش يوصلها، وبتقعد تاكل في الطينة بتاعتها، وبيجي تاني يوم وبتمشي من الفندق لأن مش معاها فلوس تكفي. وبتتصل بوالدتها عشان تعرف لو ممكن تقعد معاها في البيت، بس والدتها بتقولها إن حالهم صعب شوية وإن ملهاش مكان وسطهم. وبتعرف هانتر إنها لوحدها في مشوارها ومحدش هيساعدها، وتقرر إنها تتحرك على بيت والدها الحقيقي ويل اللي اعتدى على والدتها زمان وكان السبب في إنجابها، لأن حسب كلام الدكتورة في الحالة اللي عندها دي ممكن تكون وراثة من أبوه. وبتكون عارفة عنوانه وبتروح على بيته، فبتلاقيه متجوز ومخلف ومجهز حفلة عيد ميلاد بنته. فبتدخل بيته كأنها دفع من الضيوف، وبتقابل والدها اللي معرفش أي حاجة عنه، وبيقول لها إنه حاسس إنه شافها قبل كده لكن مش فاكر فين. وبيسألها وهو جنب مراته عن اللي دعاها للحفلة، فبتقول له اسم والدتها وإنها هي بنتهم. فبيفهم ويل إنها بنت الست اللي اعتدى عليها زمان وكانت سبب في دخولها السجن. وبيقول لمراته إنها بنت زميلته في المدرسة زمان، وأما قابلها عازمها على الحفلة وأكيد هي مقدرتش تيجي فبعتت بنتها. وبيطلب من مراته وبنته إنهم يكملوا الحفلة لحد ما يتكلم مع عنتر شوية، وبيقول لها هي عايزة إيه منه بعد السنين دي كلها. وبيفهم إنها بنته وكانت نتيجة اللي عمله، فبيقول لها إن عايزة تعرف هل هي زيه، فبيقول لها إن ملهاش أي ذنب في اللي هو عمله، وهو دفع التمن ودخل السجن وقضى العقوبة، وهي مش زيه في أي حاجة وبلاش تشيل ذنب حاجة ملهاش علاقة بيه. فبتعيط هانتر قدامه لأنها ارتاحت بسبب كلامه، وبتقرر إنها تعتمد على نفسها وتروح لدكتورة جديدة عشان تعالج حالتها، لأنها قررت إنها تتعالج. وتقولها الدكتورة على كورس تمشي عليه لمدة طويلة وبتقدر تعيش لوحدها، وبالرغم من محاولاتها في العلاج إلا إنها ممكن تضعف في بعض الأوقات وبتبلع حاجات ممكن تضرها، لكن على الأقل بتقدر إنها تتعايش مع حالتها وتحاول إنها تعالج نفسها بعيد عن تحكم وحبس جوزها. وبكده بيخلص فيلمنا. ياريت لو عجبك متنساش تعمل لايك وتشترك في القناة. سلام.